بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرة أخرى كيتجدد اللقاء بكم في وصفة أخرى إن شاء الله. هاد المرة غادي نحضروا مع بعضنا باغيت اللي كيجي رائع جدا، واللي اقتصادي وكيجي سهل يعني في التحضير، بحشوة اقتصادية غير مكلفة. غادي ندوزو إن شاء الله باش نشوفوا المقادير والطريقة مع بعضنا. نتمنى أنكم تجربوه، صراحة راه سهل بزاف. اولا غادي ندوزو ناخدو ان بول اللي غادي نوضعو فيه 500 غرام ديال الدقيق الابيض، يعني يكون من النوع الجيد. غادي نضيفو 30 غرام ديال حليب مجفف، 20 غرام ديال سكر ابيض يعني سنيده. هنا عندنا 4 كاس ديال زيت المائده، خميره فوريه، ومعلقه صغيره ديال الملح. وهنا غادي نجمعوه بشويه ديال الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف لانه دغيا غادي تخمر لنا. بالنسبه للعجين تكون خفيفه شويه، ما تكونش عجينه قاصحه. ندلكوها مزيان. من بعد ما جمعنا العجين غادي نمسحو الوجه ديالها بشويه ديال الزيت ونخليوها ترتاح. وغادي ندوزو للحشوه. هنا عندنا فلفله حمراء وخضراء مشحره في زيت العود، والبزار والملحه وشويه ديال الزعتره كنشحروها جيدا، وفلفله حمراء وكنخليوها على جانب. هنا عندنا 200 غرام ديال الفرماج غابي، 2 قطع ديال الفلفل شرائح طولي. هنا عندنا 4 البيضات اللي كنسلقوهم ونقطعوهم دوائر. عندنا 3 العلبات ديال الثوم، وهنا عندنا حبه ديال البيض مع شويه ديال صوص صوجا. هنا الزيتون سواء هكا او لا مقطع. وهنا عندنا صلصه البيتزا اللي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، لان ديك المره نسيت ما خليتهاش لكم. غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. صراحه انا كنوجدها كتبقى عندي غير كناخذ منها وكان يعني نخدم بها، كتجي سهله وسريعه التحضير، و يعني معتمده عندي وكتبقى عندي يعني على طول رمضان كنبغيها كنلقاها موجوده. من بعد ما خدمنا هنايا العجين ديالنا ارتاح، غادي نديكازيوه شويه، ومن بعد غادي نقسموه. تقريبا غادي تعطينا 10 ديال لي باغيت اللي كيجيو رائعين وزوينين. من بعد غادي نستفوا الكريات ديالنا، وغادي ناخذوا السميد، ماشي الفينو، السميد باش كيجيو هكا مسمدين من الفوق. وغادي نعملوها على هذا الشكل هذا. مرة نزيدو رشه ديال السميد ونسرحو بهذا الشكل. فغادي نوريكم كيفاش غادي ناخذوا اللاطه. الحشوه غادي نحطوها حتى نحطوا العجين في اللاطه، دونك بدون ما نثقبوا العجين. غادي ناخذوا الصلصه ديال البيتزا ولا صلصه معتمده. هكا غادي نمسحوا الوجه ديالها. هنا غادي نضيف شويه ديال الفلفله حمراء وخضراء اللي شحرنا مع شويه زيت البلديه والبزار والملح وشويه ديال الزعتره. غادي نزل هاد الكميه. هنا غادي نضيف الطون كيف كتشوفوا معايا في الصوره. على هاد الشكل اولا نقطعوه، يعني على حساب نتوما.
شنو موجود عندكم. هنا غادي نزيد شرائح ديال البيض المسلوق، ومن بعد غادي نضيف فروماج غابي من فوق منهم. غادي نلصقوا هاد الحواف هادو. على هاد الشكل راه ساهله في الجميع، يعني ما غاديش تعذبكم، ساهله بزاف. صافي كنعاود نضغط هكا نلصق هاد الحواف هادو وكنقادها وكنقلبها. هنا البنات غادي تاخذوا لاطه تكون يعني ما كتلصقش، اولا تفرشوا ليها ورق الزبده، اولا دهنوها بشويه ديال الزيت. دونك هنا غادي ناخذوا ديك حبه بيض اللي طربناها مع صوص صوجا، هي كتزيد تعطينا لمعان اكثر وكيعطينا يعني الباكيت رائع محمر مزيان. غادي ندهنوا الجوانب جيدا نتاكدوا منهم. وهنا غادي نرش بشويه ديال الزنجلان ابيض، سواء الزنجلان ابيض ولا الزنجلان العادي، ولا شويه ديال البافو، يعني اللي موجود عندكم ممكن تخدموا به. قطع ديال الفلفل اللي غادي نزينوا بها. نقدروا هكا نرسموا واحد الشريحه خفيفه من، يعني ماشي نوركوا، ما نضغطوش بزاف حتى تفلح لينا العجينه، غير مجرد اننا نعملوا واحد شريحه خفيفه. انا كنتبتو بشويه ديال الزيتون، من بعد رجعت قطعت الزيتون هكا لانه في الواجهه غادي نحتاجو الزيتون هكا مقطع. وغادي نعاود ندهن مره اخرى بشويه ديال البيض وصوص صوجا باش يجينا الباريزيان ديالنا رائع جدا. هنا غادي ناخذ شويه من صلصه ديال الطماطم وغادي ننزلها عشوائي بحال هكا في الجناب، هي كتزيد اكثر شهي، يعني كيجيو دوك الباكيت ديالنا رائعين، يعني ساهلين اقتصاديين، ما فيهم شي حاجه غير مكلفه وكيوجدوا بسرعه، يعني بمجرد سرعه يعني كيخمروا دغيا وانتي كتخدمي فيهم وهما كيختمروا، يعني ما يحتاجوش انهم يجلسوا بزاف، فقط 15 دقيقه وطيبيهم. هنا غادي نرش فرomاج غابي من الفوق، وغادي نكملوا ما تبقى. على درجة الحرارة 160، كنشعلو عليهم من التحت حتى كيتنفخوا، يعني فحال شكل الطياب ديال الخبز. وهذا هو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه. صراحة كيجيو رائعين، كيجيو شهيين. نتمنى انكم تجربوهم. اخواتي ما تنسوناش من اللايك والتعاليق ديالكم زوينه، وتخليو لينا تعليقاتكم، وان شاء الله غادي نحضروا معكم وصفات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.